السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة في القناة ديالنا. اليوم جبت لكم واحد القصة اللي غادي تخليكم مدهوشين من الأول حتى الآخر. غادي نغوصوا فيها في واحد العالم اللي غامض فيه تشويق الرعب وشي حاجة يمكن أول مرة تسمعوها. حضروا راسكم وشدوا بلاصتكم حيت اللي جاي أقوى من الخيال. جيب معك شي قهوة شي حاجة تقصيها ومرحبا بكم في هذه القصة الجديدة ديالي. كيف العادة غادي نهضر كأنني أنا اللي عشت هاد الأحداث باش نتوما تندمجوا معنا في القصة. متنساش دير معاك واحد لايك واشتراك في القناة وما تنساش دير واحد زر الجرس باش يوصلك كل جديد وشي تعليق يكون زوين بحالك. قصة كتبدا بيا انا. قبل ما نبدا القصة غادي نهضر لكم شوية على راسي. انا سميتي المهدي، عندي 15 سنة، ساكن في حي شعبي في مدينة اسبي، كنقرا في الثامنة. ماشي شي حاجة وقعات باش خلاتني كنقرا في الثامنة، ولكن ما كنتش مهتم بالقراية بزاف، وبذلك كانت تعجبني الحلاقة وداك الشيء. علاش انا ما كنتش مهتمش بزاف. الوالده عادي حتى هي ما عمرها ما قد غطات عليا، ما قالت لي حتى شي حاجه، كتقول لي غير ولدي كبير كيعرف شنو كيدير. اما الوليد فكنخدم معاه من العطله لعطله. كنفيق مع 7 ديال الصباح، كنمشي معاه للخدمه، عندنا محل صغير ديال الخشب، طيصوب، بيبان، شراجم، طابلات، خدمات بسيطه، ولكن كدوز الوقت ما كتبغيش تزيد تفكر. المهم انها كانت كتدخل الصرف. النهار ديالي كيبدا مع الصهد والغبره والعذاب، ولكن ملي كيسالي كنبدا نقلب على شي ضحكه مع صحابي، خرجات. كنت ديما كنسالي مع العصر وكنلقى راسي مع الفرقه ديال الحومه: اشراف، امير، رضا، اسامه، 4 ديال الدراري اللي دازوا معايا من الطفوله ديالي، وكانت احسن طفوله وكل واحد فيهم عنده قصه ديالو. انا بدا لكم بامير، مول البيسي والبرمجه وخبير في التكنولوجيا، عنده تليفون فيه تطبيقات عمرك شفتيهم كاع، ولكن عصبي، كيتقلق من اتفه الحوايج وكيسرب على كل شيء. ما كتقدرش تناقشه بلا ما يلوح شي كلمه كيجرحك بها، ومن بعد كيعترف وكيتراجع وكيقول لك سمح لي. زيد عليها هو عنده 15 سنه، كيقرا في الثامنه. هو كيبان لي شويه كيدير في القرايه ديالو. ندوز الاشرف، اشرف اللي عنده 18 سنه، كيقرا في الباك، خفيف في الحركة ديالو، ذكي بزاف، تضحكك غير بالكلمة وكيفهمك بالنظرة. قلبو كبير، تيخليه على الله، ولكن فاش كيطرطق كيتحول، كيبان فيه الغضب اللي ما عندوش حدود. ولكن رغم هادشي كامل كيبقى اقرب واحد لله، ديما كيقرب القران، ديما شابع فيك غير نصائح: دير هادي ما ديرش هادي. ندوزو للصديق الاخر اللي سميتو رضا، مول الصداع والضحك والنشاط، قلبه عامل بالشغب والخارجات. مني كتلقى شي فكرة ماشي عادية كتأكد انه هو اللي داخل فيها. تيخدم مرة في العطلة وهو كيقرا حتى هو بحال الأشرف في نفس المستوى الدراسي. ديما عنده الصداع، داخل في شي مشكل بحالو بحالي الصراحة، بجوجنا فينا الصداع بجوج، الله يستر وصافي. أسامة الهادئ في الفرقة ديالنا، ديما كتلقاه منطوي، عزيزش عليه الصداع، ديما مبرد بحالو بحال أشرف. كيبقى ديما منطوي، كيعرف كيفاش كيجاوبك وقت تشدة، كيوقف معاك وقفة ديال الرجال. ولكن الصراحة كلنا بحال هكا كنوقفو وقفة الرجال، ولكن أسامة غير. أنا ماشي غريب عليهم، أنا داك الجزء اللي كيجيب ليهم الصداع في نفس الوقت كيجيب ليهم الهدوء. انا كنت كيوقف الضحك والنشاط عليا الا ما كانش الجلسه حلوه، ما كيكونش مجموع كلشي. يعني الا كان واحد ناقص في المجموعه ديالنا كيكون ناقص الضحك والنشاط. واحد النهار كنت خدام مع الوليد، الغبره داخله ليا في العين ديالي والعرقان. مع ديك 3 ديال العشيه قلت ليه: الوليد غادي نكمل غدا، بغيت نرتاح شي شويه اليوم. رجعت للدار، تغديت، نعست شي شويه، ومنين فقت التليفون ديالي صون. شكون؟ طبعا رضا، مول الخارجات، ما عندوش التوقيت. الو، والمهدي فيق اخويا، شنو رايك نخرجوا نخيموا هذا الويكاند؟ انا قلت لي كيفاش تخيم؟ قال لي يا اخويا سيدي ادريس كاينه في واحد البلاصه زوينه بزاف وكتجي قريبه من الغابه، وشفت الصور ديالها في التيك توك وقلت نمشي نخيموا فيها، مالكش بان ليك؟ سولتو شكون معنا، قال لي الدراري كاملين متفقين، غير نقولوا ونتوكلوا على الله ونمشيو. قلت لي واخا دابا نوجد معكم. سديت قطعت عليه، مشيت عند الماريو ديالي، خرجت من الحوايج اللي غادي نديهم واللي غنحتاجهم، والوالده جمعت لي شي حوايج نقدر نديهم معايا، جمعتهم في واحد الصاك. ديت معايا شي قرايعات ديال الماء باش لا احتاج هنا جا نعطش، وديت معايا شي ساندويشات في الطريق، وقادينا كلشي.
ونتجمع مع الشله ديالي. تلاقينا حدا واحد البلاصه اللي كنتجمعوا فيها ديما، كل واحد جاي من خدمته عيان ولكن ناشط، فيهم اللي لابس نضاله وفيهم اللي ما كاملش نعاس، ولكن الضحكه ما كتفارقهمش. شدينا الطريق ديال الغابه، الطريق كلها تراب وغبار. فاش وصلنا لسيدي دريس دخلنا لوسط شجر، لقينا بلاصه خاويه فيها واحد الارض مسرحه والريحه ديال الزيتون. نصبنا الخيام، شعلنا العافية صغيرة، وريدا بدا كيقلب في الشنطة ديالو، خرج منها واحد القيطار صغيرة، قال الليلة حفلة واللي خايف ينعس بعيد. ضحكنا وبدا كيغني أغاني قديمة ولكن كنا متحمسين، بلا ما نعرفوا أن الليلة غادي تبدل المجرى ديال الحياة ديالنا كامل. الليل بدا كيهبط علينا والضو ديال الشمس بدات كتخطيف من بين الشجر بحال الشرارة صفرين كتغبر وكتمشي. المهم الخيمة تنصبات، الماكلة موجودة والضحك داير بلاصة. رضا بدا كيغني بالجيتار ديالو، وكل مرة كيبدل الأغنية حسب المود ديال الجلسة. أسامة كان ساكت ولكن كيبان عليه مرتاح، وأمير كيدير تصويرات تليفونية وكيضحك مع أشرف. دوك الفلترات اللي كيبدل الوجوه. أشرف شعل العافية، ناض أشرف فجأة ويقول لنا الدراري ليلة غريبة شوية، ما عرفتش علاش ولكن كاين واحد الإحساس غريب. أمير بدا كيهضر وهو كيضحك، أنا غير نتا عيان ودماغك كيتهيأ ليك، أما خاصك تسكت. وضحك معنا شوية. أنا ساكت ولكن في قلبي حسيت فعلا بشي حاجة ماشي طبيعية. الريحة بدات كتبدل بحال الريحة ديال التراب، ولكن شي حاجة بحال التراب فيها زق واخا ما كايناش، وخفيفة ولكن كتحرك فيك شي شعور غريب. أسامة ناض شد الماطا ديالو قال لنا سمعوا هاد الريح كتحرك من غير ما تحرك الشجر. رضا وقف وقال لي واخا تكون اللعنة ماشي مشكل، اللي جاي نجربو. بدا كيجري بحال الحماق وسط الغابة وكيدوي بصوت عالي، واش نتوما جنون فينكم انا جاي عندكم. كلنا كنضحكوا ولكن وسط الضحك حسينا بشي صوت كان بعيد ولكن واضح بحال الصوت ديال البكا، ولكن البكا ديال المرأة رقيق ومهزوز وكيتعاود. أشرف وقف بدا كيقرا بصوت خافت آية الكرسي. أمير طفى التليفون ديالو وقال ماشي معقول، راه الصوت جاي من الجهة اللي فيها العلامة ديال لا تدخل الأرض محظور. مشينا نشوفو، كنا درنا جوج أيام. مشينا في 12 الليل، الضو بدا كيحيد العيون ديال ديك الخيمة ديالو بحال شي سيطرة كتنزل. وصلنا لبلاصة كلها حجارة، أرض ناشفة وفيها الرسم غريب بحال الدايرة مرسومة بالرماد. رضا قال هادي معمولة ماشي طبيعي. فاش قربنا بدات الأرض كضوي بحال الدنيا غطيها. أمير طاح، أنا حسيت بشي حد كتفي منين درت، ما كان حتى شي بر. فجأة واحد شوية كنسمع واحد الصوت يغليظ كيقول خرج النور جبد يدي. كل شي سكت، ما كنفهم كيفاش ولكن طريقة الجنون مبقاتش، ولا غابات بحال شي باب واضح. صوتو بحال شي باب سكت بعدين بدا كيضرب خيول سمع فأنا في بغيت العافية ولكن العافية مبقاتش بغات تشعل. وواحد الشجرة اللي كان بحال عندها شي وجه ماشي واضح ولكن فيه عيون حمرا كتشعل. قلت لهم شوفوا ديك الشجرة كيفاش كتبان. كلشي شافها ولكن داك الشي ما بقى ليه اثر، غبر بحال ما كاينش. امير قال ما نكذبش عليكم، راه النوب ديال التليفون ديالي كيقول اننا في بلاصه ما معروفاش في الجي بي اس. اسامه قال لينا، وبديت انا نحس غريبه كتسمعوش بحالي. قال لينا بديت كنسمع في ودن ديالي شي صوت غريب تيقول لي ما ترجعوش ما ترجعوش. وانا حسيت براسي كندوخ، الارض كتحرك تحتي، وفجاه طحت لقيت راسي وسط ديال طيح في الأرض وسط داك العشب بوحدي. كنت بوحدي وسط العتمة، وبدا شي ظل كيقرب مني بصوت شي حد كيهمس. المهدي، المهدي جيتي بلا استئذان ديالك انت والاصدقاء ديالك، وغادي تندموا على هادشي اللي درتو. نط كنجري وكنغوت كنعيط على الدري صحابي، حتى كنسمع اشرف كيعيط عليا المهدي فين مشيتي فينكم.
رجعت ليهم ولكن لقيتهم حاطين حبل ديال الخيمة بحال شي دائرة وداخلين فيها كاملة. أسامة قال راه وقعت شي حاجة، حنا درنا شي خطأ كبير، دخلنا في شي بلاصة ما خصناش ندخلو ليها. قلت ليهم أنا شفت شي حد كيعيط عليا بسميتي وشفت شي قبر وشفتوني نتوما فيه. رضا بدا كيضحك بواحد الضحكة ديال مخلوع. هادشي راه كدار، خاصنا نخرجو قبل ما نتبلاو بشي حاجة. ولكن الطريق كانت مسدودة، الغابة تبدلات، الأشجار بانو بحال شي وحوش والأصوات زادت. واحد الصوت بدا كيتردد: من دخل دارنا لا يخرج سالما. أمير فقد الوعي ديالو، طاح في بلاصتو، أشرف شد راسو بدا كيقرا عليه. وأسامة اللي جا وقف حدايا وقال لي: المهدي تقدر تسكت شوية، واش بغيتي ندفنو هنا؟ أنا كنت ساكت، قلبي كان كيخبط، وما بقيتش عارف شكون الحقيقة وشكون الحلم. وقتها بان واحد الكائن وسط الظلام، وجهه ماشي واضح، كبير في الحجم ديالو وكيتكلم. وقتها بان واحد الكائن وسط هاد الظلام، وجهه ماشي واضح، كبير في الحجم وكيتكلم بلا ما يحرك الفم ديالو. قال لينا: انا ملك هذا المكان، ومن فسد نور المكان فسد فيه. حنا كاملين تخلعنا من هذا المنظر، بينا كنقراو القران بصوت عالي. حنا كلنا غوطنا: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الغابه كلها تهزات، الريح ولات عاصفه، والضوء بان فجاه بحال شي شراره نازله من السما. لقينا راسنا في الصباح ضاربين الارض، الخيمه طايحه والماكله كلها مشتته في الارض، وما كاين حتى صوت، وحتى من العافية مطفية. جمعنا راسنا بالصعوبة هادي وخرجنا في الطريق، حتى شي واحد ما قال شي كلمة، كل واحد وكيفكر في الداخل ديالو. وصلنا للمدينة وكل شي تبدل. امير مسح داكشي اللي عنده في التليفون، ما بقى باغي يشوف حتى شي حاجة الكترونية. اسامة بدا كيصلي مع باه. صافي رضا ولا ساكت، ما بقاش كيبغي يخرج في الليل بنهار. مشرف بدا تا هو كيتعقد، تبدل كل شيء فيه. وانا المهدي قررت ما نرجعش للتخييم وما نغمرش بحياتي في شي بلاصه ما كنعرفهاش. وكل ما كندوز من شي حدا شي غابه كنسمع شي همسه كتقول لي: رجعتي ولا باقي؟ دازت ايام قليله على اللي بقى لينا في الغابه سيد دريس، ولكن الاثر بقى فينا. كل واحد فينا ولا ساكت خايف، تيجيو الكوابيس بالليل. ولكن اللي تبدل بزاف هو امير. كان ساكت ما كيهضرش، عينيه ديما حمرين، وتيهضر بوحدو في المنام. هادشي اللي قالوا لينا والديه. هاد الولد راه ماشي هو اللي كان قبل، راه شي حاجه فيه مبدله. واشرف تا هو قال لينا فيه شي حاجه ماشي تا اللي هي. مشينا عند الرقاة مع والديه معروفين في اس، في شي شيوخ كبار. سمع القصة كاملة وشاف أمير وما بقاش كيعرف شي حاجة شنو يدير معاه. واحد شيخ شد عليه القراءة، وفجأة بدا أمير كيغوت وكيقول بصوت ماشي ديالو: دخلتو البلاصة ديالي، خليتو الضوء ينور قبري. الراقي قال: راه تمسوه الجن، ولكن كان ممكن يكون أسوأ. الحمد لله داك المكان ما كانش ديال الجن متمرد، ولكن ديال الملك ديال الخدام على عالم مظلم، وبغاهمش يضيعوا التوازن. دازو 3 الجلسات، وكل مرة أمير كيتحسن وعيونو كترجع لهداك البريق القديم ديالها. رجع تيضحك شي شوية وتيتفكر، وقال لينا فاش بدا كيبرق: والله ما كنت عارف شنو كانت الحياة حتى طحت. ما كنت عارف والو شنو، كيفاش كنت كنحس بحال شي واحد ميت. كنت بحال شي جثة هامدة. وحنا العشرين كنا بدينا كنرجعو شويه لهداك الجو القديم، بدينا كنساو ديك القصه. ولكن امير بدا كيفكرنا فيها بهاد الحاله اللي فيها، ومع بدا كيتحسن بدات كتحسن شويه ديك النظره ديالنا. هاد الحادثه اللي كانت بعدتنا على بعضياتنا وعاودت رجعتنا قراب اكثر من الاول. بدينا كل جمعه كنمشيو للمسجد، نقراو شويه القران وقت ما كنساليو، كنتجمعو كنمشيو نصليو في الجامع، كنضحكو كنهضروا على هادشي اللي واقع، اللي كان وقع لينا. وكل واحد كنشدو ليه الرياكسيون اللي كان كيديرها، وكنا كنضحكوا عليه. كنت مجهد على الضحك، خصوصا داك اسامه اللي كان كيتخلع بزاف، ومنها حتى انا براسي كانوا عليا الضحك. رضا قال واحد النهار: واخا وقعت لنا كارثه، ولكن لولاها ما كانش غادي نفيقوا من هاد القلبه اللي كنا واصلين لها. أسامة ولا كيدوز الوقت مع دارهم وكيبني نهارو على أساس الصلاة. أشرف بدا كيدير حصص ديال التركيز، التذكير مع الشباب
في الحومة وتيدوي على التجارب ديالنا بلا ما يذكر التفاصيل كتخلع. وأنا غنرجع للخدمة مع الوالد، وفاش غنسالي غنمشي نراجع الدروس ديالي ونوجد العام الجاي. ومرة أخرى مع الصيف جمعنا بعضنا وقلنا نرجعو نخرجو نضحكو ونفرحو، ولكن هاد المرة ماشي باش نغامرو، إنما غادي نخرجو ونذكرو الله ونخليو البساطة تجمعنا. مشينا واحد النهار للبحر، جلسنا كنضحكو، صلينا العصر مجموعين، بقينا ساكتين كندويو بالقلوب بلا كلام. الصراحة هاد القصة جاتني ناضية بزاف، هادشي علاش حطيتها وشاركت معكم. والمهم كنت معكم أنا أشرف، مول القصص. كنتمنى ديروا ليا لايك واشتراك في القناة وشي تعليق يكون بحالك. وهذه هي القصة ديالي. يلا تهلاو.